عارف ليه بنفهم بعض غلط او تيجي تقول كلمه فالشخص اللي قدامك يفهم كلمه تانية خالص؟ المشكله الحقيقيه مش في ان حد فينا غلط، المشكله ان احنا بنتكلم لغات مختلفه عن بعض. انا متاكد انها حصلت معاك قبل كده، ان حد يطلب منك شغل وبعد ما تخلصه تديهوله يقول لك لا ده ما كانش قصدي، وانت تقعد تفكر هل انا كنت غلطان ولا هو ما كانش واضح. بس الحقيقه هنا ان المشكله مش في ان انت غلطان او هو مش واضح، المشكله كانت في الفرد. هو فرض انك فهمت وانت فرضت انك فهمت، وانتوا الاثنين ما فهمتوش انكم مش فاهمين بعض فعلا. وده عايز اقول لك انه بيسبب 80% من الاخطاء في الشغل. خليني اقول لك مثال، انتوا الاثنين شايفين نفس الكلمه لكن بمعاني مختلفه. بمعنى لو انا طلبت منك تعملي ديزاين بروفيشنال مثلا، فممكن بروفيشنال ده في وجهه نظري ان تديني الديزاين كله ابيض واسود ويكون شكله مينيمال جدا مثلا، لكن من وجهه نظرك ان يكون في الوان متناسقه ولايقه مع بعضها مثلا. او انا ممكن اطلب من شخص مثلا ريبورت بسيط عن المشكله اللي حصلت امبارح، فانا بالنسبه لي الريبورت البسيط ده عباره عن نص صفحه 3 نقط شكرا. هو بالنسبه له الريبورت البسيط ده 3 صفحات في روت كوز اناليسيز وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، عشان في الاخر خالص يقول لي ده ريبورت بسيط. انا كان ممكن اطلع لك 100 صفحه. فانا فرضت انه فهم يعني ايه ريبورت بسيط، هو فرض انه فهم يعني ايه ريبورت بسيط، في الاخر النتيجه ما كانتش الحاجه المطلوبه. طب هل هنفضل عايشين في المشكله دي فعلا من سوء الفهم؟ لا، خليني اقول لك 3 حلول هيخلوا المشكله دي ما تحصلش معاك تاني. اول نقطه فيهم هي وضح الصوره مش الكلمات. فبدل ما يكون ردك على الحاجه اللي اتطلبت منك تمام فهمت، لا، ارجع قول تاني الحاجه اللي انت فهمتها بصوت مسموع. يعني يعني لو انا مثلا طلبت من شخص ريبورت، فانا هبقى متوقع منه يجي يقول لي يعني هل انت محتاج ريبورت بسيط عباره عن صفحه واحده مثلا وثلاث نقط، ولا انت محتاج تشارتس، ولا انت محتاج كذا مثلا. ففي الكيس دي الشخص ده اكيد فهم فعلا اللي انا عايز اوضحه، هو فهم الصوره كامله شكلها عامل ازاي وانا اتاكدت انه فهم. فعايز اقول لك ان بس النقطه دي ممكن تقلل 70% من المشاكل بتاعه سوء الفهم في الشغل. تاني نقطه هي اسال عن شكل النجاح او السكسس كرايتيريا. يعني اسال كده الشخص اللي طلب منك الحاجه انت متوقع تشوف ايه في النهايه. انا مش عايز منك تفاصيل كتير، بس قول لي كده انت متوقع تشوف النتيجه في نقط، متوقع تشوفها في برزنتيشن، متوقع تشوفها في ورق مطبوع، محتاج كذا محتاج كذا. توقع كده الحاجه اللي محتاجه تطلع في النهايه شكلها عامل ازاي، علشان هتفضل قدامك طول ما انت شغال، مش هتلفت نظرك من عليه. طول ما انت شغال انت عامل حسابك انه ايوه هي صفحه واحده، هي عباره عن نقط، هي عباره عن كذا. فمش هتسرح وانت شغال وتلاقي نفسك بدات تحط تشارتس وبدات تحط كذا، علشان انت شايف ان دي حاجات ممكن تساعد في انك تخلص الشغل بشكل احسن. ثالث نقطه هي انك تعمل نموذج مصغر. بدل ما تبتدي في الشغل كله، لا، اعمل عينه صغيره، اعمل نقطه واحده، اعمل صفحه واحده، اعمل لي اوت واحد، اعمل سكرين شوت، اعمل اي حاجه تبقى نموذج مصغر اللي هتوضح لو النموذج ده كبر على سكيل الشغلانه كلها تبقى شكلها عامل ازاي. فده هيدي لك انسايتس كده، هل احنا ماشيين في الطريق الصح اكمل، ولا احنا ما مشيناش في الطريق الصح فانا كده ما ضيعتش وقت وابتدي اعمل نموذج تاني عشان امشي في الطريق الصح. خليني اقول لك مثال قريب مني جدا. في واحد زميل في الشغل كل ما بيطلب منه ريبورت بيعمل 4 صفحات تقريبا. 4 صفحات دول شاملين شرطات وكتابات وبوينتس ولينكات ومصادر وقصص كبيره جدا. والملاحظ ان المدير بتاعه لما بيجي يبص في الغالب بيبص على السمري في النهايه. فلو جيت لاحظت هتلاقي انه طب انت بتعمل ليه كل ده والراجل في الاخر مش محتاج منك اكتر من 1 2 3 4. فاعرف بالظبط هو عايز ايه وما تضيعش وقتك في حاجات مالهاش لازمه ولا ايه. ده يوضح لنا ان التواصل مش مهاره كلام بس، لا دي مهاره فهم. وعايز اقول لك ان اكتر مشكله كانت بتحصل معايا في الشغل هي ان انا ببقى متوقع من الشخص اللي قدامي انه سمع الكلام زي ما انا سامعه في دماغي، لكن ده في الحقيقه ما بيحصلش. لكن بعد ما بدات اطبق النقط اللي فاتت الموضوع فرق معايا كتير في انه الناس تفهمني احسن وانا افهمهم احسن، وفي الاخر نعرف نطلع شغل احسن في وقت اقل بكتير ومجهود اقل، صراعات اقل وصدمات اقل وهكذا. ولو في مشكله بتواجهك في الشغل ما بين وقت للتاني يا ريت تشاركنا المشكله دي ويمكن نتكلم عنها خلال الفتره اللي جايه.